هذه الأكاذيب والإشاعات بدأت قبل كما قلت، ولكن يعني بضعة أسابيع قبل مجيء هذا يعني لي ديليغاسيون افريكان إلى الجزائر، يعني كما قلت حكيم إشاعات عديدة. ولذلك نظن نتكلم دائما ونقول المخزن المغربي، لأن هما اللي كانوا دائما وراء هذا يعني هاد المشاكل اللي حبوا يسبوها، لأن هما شوف إيزون بريباري ان كو، هما دايرين في بالهم ان اوغندا ما تمشيش، ان ليبيا ما تجيش، ان الكاميرون ما يجوش، وهما يعني سيتي لا سوريس سور لو غاتو. قال لك يعني احنا كي ما نجوش يعني سوريتي جوستيفي. اليوم الحمد لله يعني كل شيء كان على ما يرام، الا هما اللي ما جاوش، وكل شيء بان، لان حتى رئيس الكاف ورئيس الفيفا تخيل ان كانوا حابين ما يجوش يحضروا يعني حفل الافتتاح، كانوا حابين يعني برمجوا قرعه يعني لا كوب دي موند دي كلوب في نفس اليوم يعني، وخلي كثير من الاشياء. ولكن باش العداله الالهيه لما تشوف ان بلد محنك سياسيا، حنا ربحناهم حكيم. الدولة الجزائرية تفوقت على هذا المخزن المغربي في الكواليس وحتى في الواقع، لأن اليوم شوف خلينا المغرب يكون يعني اوتاج دو سون بروبر بياج، يعني طاح في الفخ وحده وخلى روحه، يعني الا هو البلد الوحيد اللي ما مشاش الى الجزائر باش يلعب هذا الشان. وزيد على ذلك يعني رئيس الكاف كان يعني تلقى كل يعني تو لي زيكليرسيسمون بوسيبل على عدم مجيء المغرب، يعني يعطيناهم كل الحلول بوسيبل ايماجينير باش يجوا الى الجزائر. هما اتخذوا هذا القرار لكي يفسدوا عرسا. هما تخيلوا في عقولهم ان كثير من البلدان الافريقيه لا تاتي الى الجزائر، وما حبوا يعني يزيدوا توتر العلاقات الفيدراليات يعني بين الجزائر والكاميرون. اوغندا اللي كان عندها مشاكل ماليه لقت كل الترحاب، وحتى الجزائر يعني كانت بعثت برقيه وقالت لهم رانا هنا نتكلفوا بكل قالت لهم تكلفوا بكل المصاريف وكل، باش تشوف ان الجزائر كانت في المرصاد من الوهله الاولى الى الوهله الاخيره. وهذا وش يخلي اليوم لما نتكلموا حكيم على الكاف اليوم على درايه تامه بما يحدث وبما الجزائر قادره توفر لها كامكانيات وكيعني هياكل قاعديه.